بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة متابعي برنامج رسائل في معركة الكرامة وعلى قناة إشراقات ميديا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذه الرسالة الجديدة والمهمة من هذا البرنامج رسائل في معركة الكرامة، وهذه الرسالة بعنوان إغلاق معبر أدري وقفل العين الخالية. وقبل ما نخش في هذه المسألة المهمة نستهل بمسار العمليات ليوم أمس وصباح اليوم. المسيرات التابعة للقوات المسلحة تدمر عربات قتالية مسلحة تابعة للميليشيا في محيط الخوي وأبو زبد، وضربات مستمرة لمواقع ومستودعات ومخازن الميليشيا في نيالا، ومتحرك للقوات المسلحة. صراحة القوات المسلحة ما زالت موجودة في دارفور. الناس ما تفتكر انه ما في جيش في دارفور، في جيش في دارفور، ويتقدم بإذن الله تعالى بقوة نحو الجنينة من أحد المحاور. نرجع يا جماعة لعنواننا الأساسي، وهو إغلاق معبر أدري وقفل العين الخالية. والعنوان ده أنا أعني به لتقصير أمد هذه الحرب 3 عوامل. 3 عوامل، وهذه من خلال وجهة نظرنا البسيطة المتواضعة 3 عوامل إغلاق معبر أدري وهو ده الشجرة اللام الطير. إغلاق معبر أدري 1. 2. قفل العين الخالية من التنشين. تقفل العين الخالية من التنشين وتبقى شنو؟ بعد دم صوب الناشن كافي العدو. وقفل العين الخالية من التنشين نعني بها العين اللي بنشوف بها للخارج، أوروبا وأمريكا ومن حوالينا ومجلس الشنو والتفاصيل والإدانة والشجب عندنا قفلة لفترة بسيطة. ونمرة 3 نفك اللجام فكة واحدة. يعني لو دخلنا الليلة بارا ضروري جدا انه تكون في قوة جاهزة. بكرة تدخل جريجخ وبعد بكرة تدخل جبرة الشيخ، واذا دخلنا كاسقيل ضروري جدا الليلة دخلنا كاسقيل بكرة نخش الحمادي وبعد نخش الدبيبات. الحرب دي كده ما بتستمر 3 شهور، لكن معبر أدري قاعد فاتح، المرتزقة خاشة وإمدادات الميليشيا خاشة ووقود الميليشيا خاشة، وده كله تحت ذريعة الإغاثة. الإغاثة دي ما ممكن تجي ببر السودان، ما ممكن تجي بس الحدود السودانية المصرية، ما ممكن تجي تخش عن طريق الدبة وتمشي دارفور. مش نحن الدولة، نحن المفترض نتفق مع الأمم المتحدة ونحدد الطريق والمسار لهذه الإغاثة.
الثلاثة ديل لو عملناهن 3 شهور اسألوني ستنتهي هذه الحرب. نحن والله ما عندنا شك في انه بأي طرق من الطرق وبأي سبيل وبأي درب القوات المسلحة منتصرة، واثقين منها. لكن لتقليل التكلفة انه الناس دي من برا ما عندهم لنا حاجة وما حيدونا حاجة وما حيدعمونا بحاجة وما حيصنفوا لنا هذه الميليشيا، لأنه هذه الميليشيا هم الداعمين لها. وإذا كان في شجاعة عند الدول دي كان سموا هذه الدويلة داعمة للإرهاب، ما ذكروا لهم الليلة يسمى واحدة في مجلسهم. فبالتالي قفل العين الخالية وقفل معبر أدري وقفل معبر أدري وفك اللجام وفتح باب الاستنفار 3 شهور ستنتهي هذه الميليشيا. عندما دخل الصياد إلى مدينة الأبيض ارتجفت أركان الميليشيا في كل مكان، وعندما دخلت المشتركة أصاب الهلع، غادت الميليشيا وبدأوا يغادروا. وعندما دخل درع السودان ارتجفت الأرض تحت الميليشيا. لكن دايرين فك اللجام. نحن مشينا كازقير صراحة وقفنا، اتجمعوا من وين ومن وين ومن وين وجو. مشينا بارا افتكرنا انه نحن الليلة في بارا مفترض بكرة نخش جريجيخ وبعد نخش جبرة الشيخ. أول حاجة طريق يعني معبر أدري إغلاقه مطلب شعبي، ده حقنا نحن، ونكفل طوالي ونكفل الأجواء ونكفل التفاوض ونكفل أي حاجة على أساس إنه الشيء قاعد يحصل الحصل الآن في باب النوسة. الناس اللي في باب النوسة ديل ده دمنا نحن، دي روحنا. الفاخر. وأخيرا الحصل للأطفال في كالوغي. كل المحن دي جاية عبر طريق معبر أدري. أقفلوا هذا الطريق، أقفلوا هذا المعبر أيها الغابة، وفكوا اللجام. والأبنصي واحد ووقفة ما في. 3 شهور ستنتهي هذه الحرب. شكرا جزيلا لكل الذين يتابعون برنامج رسائل في معركة الكرامة. كان حيين بنتلاقى في رسالة جديدة، ودعتكم الله، مع السلامة.